همسة لقلبك. من امتى الكلام كان صعب وخلص الكلام بينا؟ ومن امتى الحكاوي خلصت وما بقاش في الحياة غير الصمت؟ وايه قيمة الكلام؟ ايه قيمة الكلام لو جه بعد ما خلاص ما بقاش للكلام معنى؟ وازاي في ناس تفتكر ان البعد وفيه مشكلة ان المشكلة كده هتتحل؟ وازاي لما المشكلة كانت صغيرة ما فكرتش انك تحل وفاكر في البعد حل؟ عمر البعد ما كان حل. الناس فاكرة في البعد كل حاجة هتتنسي والدنيا هتبقى حلوة من جديد، بس المفاجأة إن الدنيا فعلا بتحلو، بس من غير الناس اللي فاكرة البعد حل. عارفين إيه اللي بيحصل؟ عارفين إيه اللي بيحصل في البعد؟ التعود على عدم الوجود. بتبقى فاكر إنك بتعاقب اللي قدامك بالصمت، بس صدقوني صدقوني العقاب بيكون للي فاكر الصمت حل. الحياة الصافية من التلكيك والضغط المستمر أكيد حلوة. الحياة الخالية من الزعل الغير مبرر برضو حلوة. هنبطل نقول خلاص حاجات كتير كنا زمان بنقولها، وهنبطل كمان نعمل حاجات كتير كنا زمان بنعملها. زمن المحايلة انتهى، وإن الواحد يكون ساعات على حق ويقول خلي الحياة تمشي خلص خلاص. أصل الزعل يا ناس ليه أصول، والعتاب أكيد بيكون موجود بالناس على بعض باقيين، والحياة معاهم ليها معنى. لو في البعد راحة ابعد بقى على طول، ولو الصمت حل بالنسبة ليك خليه بقى يحل. أنا شفت حاجات كتير من ناس كتير عايشين، شفت إن اللي باقي على حد ما يهونش عليه يسيبه زعلان حتى لو غلطان، ده العتاب حب وراحة كمان. وشفت إن اللي باقي على حد بيحاول ما يخليش الباب مقفول، لأن الزعل لما بيطول فعلا بيفضل الزعل على طول موجود. هنصالح نفسنا بنفسنا وجرحنا أكيد هيطيب، والدنيا ما بتقفش على حد. والله الدنيا ما بتقفش على حد وبتمشي. هنلاقي في حياتنا مليون سبب يخلينا مبسوطين. هنلاقي الحياة بتحلو لما يخلص منها صوتنا الحزين. هتتبدل حياتنا أكيد، والدنيا كمان هتحلو. وزي ما قلنا كتير زي ما قلنا كتير في مليون سبب يخلينا مبسوطين، وهنرمي ورانا الهم. كم مرة كم مرة مر في حياتك ناس ولقيتهم لازم يكون البعد عنهم هو الحل؟ وكم مرة برضو مر في حياتك ناس ولقيتهم هم اللي بيخلوا الدنيا تحلو؟ يعني الدنيا هتحلو؟ وقول يا رب. همسة لقلبك.